السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما بخير وصحة وسلامة يا رب. اللهم آمين. بحق الأذان يا رب. اللهم استرنا واستركم جميعا. طبعا معانا النهارده جولة جميلة. كنا في استاد القاهرة الدولي، في استاد القاهرة الدولي. طبعا دي تاني مرة أو تالت مرة تقريبا أروحه، تبع البرلمان، بتاع البرلمان القاهرة ولا برلمان ايه كده، حاجة كده، برلمان يعني تبع برلمان من بتوع مركز الشباب عندنا هنا في النادي يعني. بياخدوا بتوع البرلمان يركبوهم الباص عشان يحضروا الايه الماتشيات اللي هي اللي فيها اولمبيات اللي هي الكبيره. فطبعا كنا في ماتش كرة اليد بين اليابان ومصر. وطبعا اليابان كانت مشرفانا هنا في مصر. طبعا عندنا الله اعظم العزة لله. اذان العشاء، اذكروا الله، وحدوا الله. ربنا يسترنا ويستركم ويفرحنا ويفرحكم ويرضينا ويرضيكم جميعا يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. قلت اصور لكم كده استاد القاهرة الدولي، الجنينة بتاعته، اللعب بتاعته، المنظر بتاع التصوير واحنا داخلين بتاع الاستوديو، لان كان الماتش بيتذاع على اونو سبورت، على اونو سبورت على التلفزيون. فقلت بقى اما اصور لكم الجمال والحلاوة دي. فقلت بقى اما اصور لكم المكان الجميل ده. تتفرجوا برضو الناس اللي بره مصر لازم تشوف مصر فيها برضو حتت حلوة يا جماعة، وفيها اماكن حلوة والله العظيم. بصوا شايفين الملاهي اللي هناك ديت؟ مش عارفة ايه اللي دخل الكلب ده استاد القاهرة، بس مش عارفة. بس يا عمر علشان خاطر كده انت هتبوظها يا بابا. بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا شاطر. فربنا يصلح حالنا ويصلح حالكم. بصوا يا جماعة هقول لكم على حاجة، صلوا بينا على النبي. انا بس في كلمتين كده عايزه اقولهم للناس اللي عماله برضو تجيب في سيرتي وبتحرق في بنزين على الفاضي. انا مش عايزه وجع دماغ، خلاص خلصنا بقى، الموضوع خلص. الصحوبيه مش بالعافيه، مفيش حد بيغصب حد على حاجه، ولا صحوبيه ولا كاني ولا ماني. والبني ادم طالما اختار خلاص يشرب اختياره بقى. مع الف سلامه، باي باي. مع الف سلامه، باي باي. فانتوا اللي اخترتوا، مش انا اللي اخترت. فالارزاق بيد الله، وربنا ما بينساش عبده ولا بينسى حد. الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. اللي موزع الارزاق هو الله سبحانه وتعالى، مش انا اللي بوزع الرزق. اهو برلمان شباب القاهره يا ولاد، اهو مكتوب على الجيلي برلمان شباب القاهره. ده اللي انا كنت رايحه فيه، اللي رايحه تبعه يعني. اهي العربيات اهي بتاعه التصوير بتاع اون سبورت. وطبعا الكاميرات جوه كتير جدا في قلب البتاع. انا رايحه تتفرج على التصوير على العربية بتاعة التصوير. فأنا مش عايزة جدال كتير. اللي بيطلع يجيب سيرتي وبيهري في المهري وبيتكلم كتير، أنا مش عايزة وجع دماغ. خلصنا، خلصنا بقى. ايه بيقول لك ايه المثل؟ كان فيه وخلص. تعرفوا كده ولا ما تعرفوش؟ كان فيه وخلص، خلاص الموضوع خلص. انا قطة وانت عسولة قلبي. بص انا ما نزلت الميه كمان. ايوه عمر نزل الميه وكان بيلعب وكان عسل. طبعا هنعمل لكم فيديوهات تانية كتير عشان احنا رايحين المصيف تاني. فانتظرونا انتظرونا انتظرونا في لايف ان شاء الله، باذن الله باذن الله باذن الله. واحنا في المصيف الميه كانت بتيجي في عينك. سلامة عينك يا قلب ماما، سلامة عينك. عمر قاعد جنبي يا ولاد، بعمل فطير وعمر قاعد جنبي جنب الفرن. والله العظيم مستني يا عيني الفطير يطلع من الفرن علشان ياكل. فانا اي حد بيجيب سيرتي، اي حد بيتكلم عليا، انا يا جماعه مش شايفاكم. سلامتك من موت يا قلب ماما، بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهك كنت لا يا قلب ماما. اي حد بيجيب سيرتي انا مش شايفاكم، مش سامعاكم، ما اعرفكوش، ماليش فيه. بصوا اعتبروها، اي حد يعتبرها زي ما هو عايز يا جماعة. انا صدقوني صدقوني انا بدأت حياة جديدة بناس جديدة بقناة جديدة، والقناة القديمة بكل الناس القديمة انا مسحتها باستيكة، اتفورت بمية نار، غسلتها بمية نار، اعتبرت ان كان فيه وخلص. مفيش، ممسوحين باستيكة. مش شايفاكم، مش شايفاكم. you understand me ولا try it again؟ ربنا يرحمنا برحمته الواسعة يا رب.
ربنا يرحمنا ربنا يرحمنا. وبعدين يعني تلموا، اليوتيوب عمال يلم والتيك توك عمال يلم وكل المنصات عماله تلم، فبطلوا بقى طولة لسان، وبطلوا بقى مشاكل، وبطلوا بقى خناقات، وبطلوا سب، وبطلوا شتيمه، وبطلوا الكلام ده. بطلوا سب في خلق الله وغلط في خلق الله. يعني ليه كده؟ هو ايه القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ القوالب نامت والانصاص هي اللي هتقوم؟ لا مش عايزين وجع دماغ. حلوا عن دماغنا كده وروقوا على حالكم. ده بيتاخد وده بيتاخد وده بيتاخد. اذا كان ام ابراهيم طارت، فلو انتوا عايزين بقى كده مفيش اي مشكله. الفيسبوك هو حته فيديو لاي حد هو بيسب وهو بيشتم، يطلع على الفيسبوك على طول، يتشير، يمشي على طول. بالسلامه، باي باي، مع السلامه، باي باي. انت مش هتعملي الاكل؟ انا بسوي اهو يا بابا. طب انا عايزه فانا مش هتكلم الكلام ده تاني. انا مش عايزه وجع دماغ. انا بدات حياه جديده غير القناه القديمه خالص، ومسحتها باستيكه، وربنا بيعوض. والله والله ربنا بيعوض. ربنا بيعوض عشان البني ادم ما اذاش حد. ربنا بيعوض عشان البني ادم ما جاش على حد. ربنا بيعوض عشان البني ادم ما ظلمش حد، ما ظلمش حد. ما طلعش بايده كده دبح فلان ولا دبح علان. ما طلعش دبح فلان ولا دبح علان. ما راحش مع سبابين الاعراض وبقى يشكر فيهم ويقول عليهم دول احسن ناس في الدنيا، دول اطيب خلق الله، دي روحي، دي قلبي، دي عقلي. كمية نفاق مفيش بعد كده ان انا اروح عند حد سباب واعراض وبيشتم وبيعمل افسخ ما في الخمر يا ليل، وبيفضح اهله واللي منه، واقول عليه ده انت مفيش زيك اتنين. اكتر من كده مفيش نفاق، ومفيش دليل اكتر من كده على كمية النفاق. وده ابسط حاجة عندنا يا جماعة، وابسط فسحة احنا بنطلع نتفسحها، ومفيش حد زينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.